ايش اللي يخلي الاطفال يقعدوا ساعات طويلة قدام الجيمز ولما يجي وقت المذاكرة يطفشوا من اول دقيقة؟ يا ترى ايش السر؟ طيب كيف نقدر نتغلب على هذه المشكلة؟ سمعت عن عقلية الفيديو جيمر؟ اذا ما سمعت فانت فاتك كثير. تعالوا نفكر شوية بعقلية الفيديو جيمر. الفيديو جيمر بيعتبر التحدي اللي في اللعبة او المستوى اللي يبغى يعديه مجرد عائق لازم يتغلب عليه عشان يقفل اللعبة، وده اللي بيخليه ممكن يقعد بالساعات من غير ما يطفش او يمل عشان بس يقفل اللعبة. طيب تخيل لو ابنك او بنتك تعاملوا مع واجبات المدرسة زي اللعبة، مجرد ليفل او تحدي محتاجين انهم يخلصوه عشان يدخلوا على الليفل اللي بعده، وان اختبار اخر السنة هو الليفل الاخير. تخيل قديش الكلام هذا ممكن يفرق في دراستهم. ازرع في ابنك عقلية الفيديو جيمر، العقلية اللي بتحول اي مشكلة مهما كانت كبيرة لمجرد ليفل كل اللي عليه انه يحاول مرة والثانية والثالثة لين يقدر انه يتغلب عليها. عشان كذا في شركات ومؤسسات كبيرة قررت تعتمد على الالعاب في حل المشكلات الكبيرة زي التغير المناخي والتلوث والتوعية بحاجات كثيرة. وعشان كده كمان في سكول بنعتمد على الألعاب في التعليم لأننا بنعتبرها الوسيلة الأفضل لتعليم الأطفال للبرمجة. قل لنا من وجهة نظرك، هل الألعاب وسيلة فعالة للتغلب على مشكلات العالم؟